سيبه يا سيدي شغال. قررت احلق لنفسي حلقه العيد، بس لسه لحد دلوقتي ما قررتش احلق ازاي. فبس يا سيدي، فهي دي النتيجه النهائيه اللي انا وصلت لها زي ما انت شايف. غالبا كده هديها واحده باز كات كده علشان العيد، بس ممكن ما احلقش اللي فوق كله بمشط واحد او كده، ممكن اخليها حاجه اقرب للفرنش كروب. كان في حد سالني عن المكنه اللي انا بستخدمها في الحقيقه، فانا بستخدم المكنه دي، هي اسمها موزر حاجه. المهم ان انا اول حاجه هعملها دلوقتي هو ان انا هفرق الشعر من الجنب عن الشعر اللي فوق كده، وهعمل خط هنا كده علشان بس ابدا اشيل الجنب باطوال مختلفه عن اللي فوق شويه. بص، هو خطوط الحاجات اللي زي كده دي هي ما بتبقاش يعني حاجه بريسايز او ما بتبقاش حاجه دقيقه قوي. انت بس بتعمل حاجه يعني، لان انت مش شايف اصلا يعني، فانت الخط ده هو مش هيفرق معاك قوي. بس انت بس تحاول تعمل حاجه يعني تبعد الشعر اللي فوق شويه عن اللي في الجنب، عشان لما تيجي تشيلهم باطوال مختلفه يبقى الموضوع اسهل معاك. تاني حاجه بحب اعملها هو ان انا بحب اعمل التدريجه او اعمل الجناب الاول قبل ما اعمل اللي فوق. بما ان عايز شعري يكون قصير المره دي، فانا هجيب مشط رقم 2 اللي هو 6 مللي معايا، هركبه على المكنه. ودلوقتي هبدا اشيل الجناب من هنا ومن هنا بال 6 ملم كده بقى. يعني انا لما بعد عن النضاره انا ما بشوفش انا حتى مش شايف نفسي دلوقتي في الكاميرا وانا بتكلم، فانا هبقى شغال على احساسي بشكل كبير قوي. زي ما انت شايف هتلاقيني بعمل بالمكنه كده، بطلع بشكل عمودي تمام. انا مش بحاول ادخل وامشي مع شكل تجويف الراس معايا او شكل الاستداره بتاعه الراس دي، لا انا بطلع بشكل عمودي كده. بيكون في شعر جاي من هنا كده من فوق طالع لبره كده، لما بطلع عمودي كده انا بشيله من غير ما اشيل اصله، انا بقصر الشعر شويه من بره. انا للاسف مش معايا مرايه تانية دلوقتي اقدر اشوف فيها الشعر من ورا، غير المرايه اللي انا بسجل فيها دي، غير المرايه سوري دي في وشي يعني. فانا معتمد بشكل كامل على احساسي بروس. مش عارف، حاسس ان هي كويسه من ورا تمام. انا مش مهتم قوي ان انا امشي على الحته اللي تحت دي او ان هي تكون كلها بطول واحد دلوقتي، لان انا كده كده هعملها بمشط اقل شويه، وانا مش عارف شكلها ايه من ورا دلوقتي، ولكن عمل انها ما تكونش سيئه يعني. تاني حاجة هعملها دلوقتي وهو إني هبدأ أعمل تدريجة بسيطة أوي هنا، هعملها بمشط رقم واحد في المكنة اللي هو بيكون مشط 3 مللي. والفرق ما بين 3 مللي والمشط رقم 2 اللي هو 6 مللي هم 3 مللي بس، فبيكون في خط صغير ده اللي بنموته عادي بال 3 ونص، وما بيكونش شكلها باين إن هم أصلا مشطين مختلفين عن بعض أو حاجة، ما بيكونش شكلها قزع أو بيكون شكلها مؤذي أو حاجة. والخط ده أو الجايد لاين ده زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات إحنا بنبدأه من هنا أو من هنا يعني. طبعا انا مش شايف اي حاجه، انا حرفيا شغال وانا مغمض، لان انا مش شايف اي حاجه حتى لو بصيت يعني، فببقى شايف الحته اللي قدام دي بس، لكن من الاول هنا كده وانت رايح ما بتبقاش شايف حاجه. فانت عشان تعملها لو هيبقى في حد معاك ويقول لك تعمل ايه قشطه، لو مفيش فانت بتحاول ان انت تمشي زي ما انا بعمل كده، خط مستقيم شويه، يعني خط مستقيم يكون نازل تحت شويه صغيرين، في حركه اهتزازيه صغيره زي ما انا بعمل كده، وبعدين ابدا اشيل اللي تحت ده. طبعا اللي ورا هو بيكون نفسه، اللي ورا هنا بيكون المفروض ابقى عند المنطقه دي كده، عند العظمه اللي بتبقى هنا دي كده، فانا ممكن اشيل اي شعر تحت العظمه دي عادي بالمكنه، هكون حاسس عادي، تحتها متقود هنا كده هنا، واشيل ده كمان، واحاول بقى اوصل الخط اللي انا لسه عامله ده في الخطين دول. لو معاك مرايه او حاجه فده هيكون سهل انك تعمله يعني. انا عندي هنا المرايه دي شكلها اللي هي بيكون فيها زاويه بتتحرك هنا كده، وفي واحده زيها الناحيه التانيه. دول انا بظبطهم قصاد بعض علشان اعرف اشوف نفسي فيهم. بحاول اعمل افلام بيفنج يعني لما اكون مش بسجل، وبعمله احسن من لو انا بصور، بس دلوقتي عشان انا بصور وفي ضوء وكده فمش هعرف اعمل كده كويس. عشان كان في حد بيقول لي ان التدريجه اللي انا عاملها لنفسي المره اللي فاتت كانت وحشه، بديهي انها ما تكونش نفس اللي انا بعمله لنفسي في العادي، لان وانا بعمله لنفسي في العادي انا مش بصور، انا ببص في الكاميرا بعمل حركات بوشي مش مش هعرف اطلعها في فيديو يعني. فوانا بصور انا مش بعمل الحاجات دي، وبالتالي الحلقه اللي انا بصور فيها ما بتكونش حلوه او ما بتكونش زي ما انا بعرف اعمل لنفسي يعني في العادي. فدلوقتي خلينا ادي ظهري للمرايه خالص وابدا اعمل المنطقه اللي ورا. بس انا مش شايف طبعا انا عملت ايه ورا. دلوقتي المفروض ان هيكون في خط ما بين 3 مللي اللي انا عملته وما بين ال 6 مللي، اظن الخط ده هيكون واضح هنا كده زي ما انت شايفه كده، فيكون واضح ورا برضه. خلينا ادي لك لمحه اقرب شويه كمان، مش فاكره. دلوقتي لا، اللي هبدا اعمله هو اني هجيب نفس المشط اللي هو 3 ملم اللي هو مشط رقم واحد،
وهعلي الليفر او هعلي المنطقه اللي في الجنب دي. هتلاقي هنا الجهه التانيه دي لوك كده بركه ليها. هو المكنه بتاعتي بايظه يعني، باور لوك ده مش شغال، عشان كده بضطر امسكها احط ايدي هنا كده، مع ان دي مش الماسكه الصح يعني. المفروض انت تمسك المكنه على صابعك هنا كده، عليها من هنا، والصابع التاني هتكون ورا دماغك كده. دي الماسكه الصح للمكنه وانت بتشتغل، عشان تبقى سهل انك تتحرك عليها بايدك كده. تمام، بس عشان ده بايظ معايا يعني فانا بعمل كده. او في حاجه تانية، هو ان انا عندي مشط تاني اصلا طوله 4 ملم، فهو هيكون يعني ما بين ال 3 ملم اللي هو عامل بيه وما بين ال 6 ملم، فده ممكن استخدمه يعني. خطوه مهمه هو انك لازم تنظف الشعر في المناطق اللي انت بتشتغل بيها. لو انت هتبص بعينك يعني، او لو انت هيفرق معاك العين، انا مش فارق معايا عشان انا كده كده مش شايف، فهشتغل بايه. بصت نفس اللي انا بعمله ده بالمشط رقم 4 انت هتعمله بال 3 ملم او المشط رقم 1 لو عليك ليفر. هي 3 ونص او 4 مش هتفرق، المهم تعمل الفليك موشن اللي اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع الحلقه، هو انك هتعمل كده. تمام. الخطوه دي انا بحب اخد راحتي فيها، وبقعد امشي على نفس المناطق اللي انا اشتغلت فيها، وامشي على الخط رايح جاي رايح جاي. اولا لان انا مش شايف، ثانيا كل ما بعيد اكتر كل ما المكنه بتشيل شعر احسن وبتموت الخط احسن. ثاني حاجه هو انك لو هتشتغل بالثلاثة ونص او بالمشط اللي هو رقم واحد وهترفعه للنص، فانت هتخليه 3.5. تمام، وبعدين هتمشي خط هتمشي صابع فوق الخط اللي انت عملته بالثلاثه اللي هو الزيرو. تمام، وبعدين هتقلله ل 3 و4 وتمشي اقل بشويه، وبعدين 3 و2 وتمشي لحد نص المسافه في الصابع اللي انت خدته لفوق ده. تمام، ساعتها هتلاقي الخط مات معاك بشكل تدريجي، هيكون شكله احسن من اللي انا هعمله دلوقتي ده. بس اللي انا هعمله ده يعني عشان انجز، وعلشان المكنه بتاعتي زي ما انت شايف كده هي مش هتساعد ابدا في الموضوع اللي انا بكلمك فيه ده. تمام، مش هتساعدني يعني في الموضوع ده. تالت حاجه هو عشان انا مش شايف حاجه يعني، انا مش شايف انا واقف فين او عامل فين، فانا شغال يعني بالاحساس شويه. وده الشكل اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. عارف ان هي شكلها ممكن ما يكونش احسن حاجه يعني لسه، عشان كده هشتغل بيه بالثلاثه، واحاول اقلله مثلا لنص المسافه كده، وهشتغل بيه كده، والسطر افضل ماسكه بقى. وسامحني انا هقرب شويه من المرايه، فممكن تلاقي تعبير وشي غريب او كده، بس يعني هحاول اني اعمل حاجه كويسه. عارف، حاسس ان هي مفيش فيها حاجه شكلها وحش جدا او شكلها مستفزني جدا يعني. بعد كده الشعر اللي فوق، بما ان انا جبت المنطقه اللي في الجنب دي لحد هنا كده بمشط رقم 2، فانا محتاج اللي فوق دي تكون حاجه قريبه منها شويه. ممكن يكون رقم 4، ممكن يكون رقم 3. لو انا بحلق لحد تاني او حلاق بيحلق، ممكن يسيب الشعر ده زي ما هو كده اصلا، ويشيل المنطقه دي بالمقص والمشط، ويعمل حاجه نسميها هير اوفر كام. ولكن يعني انا مش عايز اسيبها طويله كده اصلا. المهم يا سيدي خلينا نكمل. ده مش رقم 4 على المكنه دلوقتي، هسيبه مفتوح زي ما هو كده. تمام، وابدا اشتغل على المنطقه اللي في الجنب دي واللي ورا شويه. انا عايز اللي قدام ده يفضل اطول شويه من اللي ورا، علشان لما بشيله خالص بيبقى شكلي زي ما انت شايف كده. فيعني ايه، بسيبه قدام شويه كده، وابدا اقصر من اللي في الجنب ده، اموته في اللي في الجنب هنا، وهشيل من اللي ورا برضه، يعني اموت الفرق ما بين الاثنين. عشان تعمل حاجه زي كده انت اولا محتاج تسرح الشعر يعني كده شويه. تمام، انا هنزله كده. في بعض الحلاقين بيقولوا ان كده غلط، والمفروض الشعر يكون مبلول ميه انا عارف ايه الصح، وعارف ان انا مش هعرف اعمل الصح دلوقتي لنفسي يعني، عشان برضه عشان بطور وكده. انا فعلا مش شايف حاجه، فممكن البس النضاره بما ان خلاص كده مش هعرف حاجه على النضاره تاني، فهلبس النضاره وانا شغال في المنطقه اللي فوق دي. طبعا انا بحسس عشان اشوف انا عملت ايه لحد دلوقتي، ان المنطقه اللي ورا دي لسه محتاجه شويه شغل. جناب يعني الدنيا خفت شويه، بفكر اخف الشعر من فوق من ورا من هنا كده يعني. كل المنطقه اللي فوق عاوز اخف منها شويه. وحلاق علشان يعمل كده هو بيبل الشعر ويبدا يقسمه سيكشنز، وياخد السيكشن ده يقصره، وبعدين يشوف الطول بتاعه ويمشي ويشد اللي جنبه لحد ما يبقى طوله، او يقصره شويه. الجناب دي بتبقى اقصر شويه من اللي في النص ده. ده موضوع طويل قوي على ان اعمله لنفسي، فعشان اسهل على نفسي حاجه زي كده، انا من الاخر يعني بعمل حاجه غلط في قواعد الحلاقه يعني. ولكن سبحان الله هي بتبقى شكلها مش وحش قوي يعني، وهي ان انا بجيب المشط واعمله كده. تمام، وابدا اشيل الشعر ده شويه صغيرين. طبعا لو حد شافني بعمل اللي انا بعمله ده يعني تاني، بس شويه صغيرين من المنطقه دي. صدقني حتى لو الطول مش واحد، وحتى لو الحلقه شكلها مش 10 على 10 100% والحاجات دي، هو محدش مهتم يعني. مين مهتم يمسك شعرك يقعد يمسك دي يوقفها ويمسك دي يوقفها ويقول لك الطول مش متساوي والطول مش عامل يعني. ما حدش مهتم يعني. حاسس ان انا لسه عايز اقصر منه شويه. تاني همشي برقم 4 تاني، بس همشي بيه في الشعر من فوق من هنا كده المنطقه دي، لكن مش هيكون لامس ارضيه الراس يعني، هيكون فوق شويه كده عن الارض، بحيث ان هو يقصقص بس مش يشيل خالص.
طيب اخر حاجه لو فاكر دلوقتي احنا شلنا اللي في الجنب ده بال6 ملم، تمام، وشلنا اللي فوق هنا ده ب4. في المنطقه دي كده اللي هي اللي بين الاثنين دي في فرق بينهم دلوقتي. فانا هعملها بمشط اللي هو ال9 ملم او المشط رقم 3 اللي هو ده، هتلاقي مكتوب عليه من هنا كده 9 ملم، تمام. همشي بيه كده بس، بس حرفيا يعني. مش عارف انا شغال صح ولا غلط، بس زي ما قلت لك حتى لو انت شغال مش اصح حاجه يعني، فمحدش مهتم برضه. حاسس ان انا ببوظ حاجه ورا، سامع صوتها وبوز يعني، بس قشطه. دلوقتي واللي فعلا الحاجه الوحيده بقى اللي هقول لك دي ركز عليها واظبطها كويس، وهي تحديد الشعر. مش عارف اتكلم بسبب بتاع دي. لو انت حددت الشعر حلو حتى لو التدريجه نفسها ما كانتش احسن حاجه، فهيكون شكل الحلقه كويس. بالعكس لو انت عملت تدريجه حلوه قوي بوظت شكل تحديد الشعر، فانت بوظت الحلقه كلها، تمام. تحديد الشعر بنعمله ازاي؟ اول حاجه بيكون عندك المنطقه اللي فوق دي، تمام. لو انت شعرك قصير فهم بيقولوا ان المنطقه اللي في النص دي، تمام، اللي هي اكتر حته بارزه دي، انت بترسم عليها خط ماشي بالعرض كده، وبتشيل اي حاجه تحته، تمام. يعني لو في شعر ساقط كده، لما ارفع الشعر الطويل كده، لو في شعر ساقط دلوقتي هنا هشيله، تمام. تاني حاجه وهي المنطقه دي، تمام، الرسمه اللي هنا دي. الموضوع ده مختلف شويه ما بين حلاقين والتانيين يعني، بس القاعده بتقول ان انت هتشيل من هنا اللي بره الاسود ده. يعني لما تشد الشعر تسرحه لتحت كده هتلاقي الشعر الاسود اهو باين في جنبه شعر خفيف كده، ده بنشيله. والمنطقه دي في ناس بتقول يا اما تاخدها كده كده، يا اما تاخدها بشكل دائري شويه. يعني تلات ارباع الحلاقين في مصر بياخدوها بشكل دائري كده، تمام. الشكل الدائري ده هو بيكون شكله كويس في الاول، ولكن بيضطر يشيل من المنطقه دي اللي هي السالب دي، بيخش على الشعر الاسود فيها او على حدود الشعر، وده بيكون شكلها كويس طول ما الشعر لسه ما طلعش. لكن اول ما يبدا الشعر الاخضر ده يطلع يبقى شكلها مش حلو. فانا عشان اسهل على نفسي واريح نفسي من الموضوع ده كله، انا بشيل اي حاجه بره حدود الشعر بس. يعني بقى ايه اعملها؟ اهم حاجه تعمل بالراحه التحديد ده، لان انت لو دخلت او شلت فانت هتبوظ الحلقه كلها زي ما قلت لك. فاعمل بالراحه التحديد بالراحه خالص، وشوف ونزل الشعر كده وشوف، تمام، اوكي. اللي بعده هو المنطقه دي. المنطقه دي بحتاج اقرب منها شويه من المرايه. في المنطقه دي هبدا بس اشيل حته صغيره من هنا بس كده حرفيا، يعني هو ده الموضوع كله. بس ده اللي بعمله فيها بالظبط. بعدين نادي المنطقه بتاعها. بما ان الشعر اللي فوق هنا هو طويل شويه فمغطي على اللاين اللي قدام ده، فانا مش مضطر اشيل منه حاجه. دلوقتي الفكره كلها بقى في الشعر اللي ورا هنا بقى، اللي ورا ده هنعمله ازاي؟ بص يا سيدي، من اول هنا كده لحد تحت ده بيكون خط مستقيم واحد، تمام. انا هشيل الرينج لايت دي خالص ومضطر اقرب من المرايه بقى في الخطوه دي. كل اللي فات ده كان ممكن اعمله عمياني عادي، دي الخطوه الوحيده اللي انا محتاج اشوف فيها عشان انا هنا شغال بالزيرو، فالموضوع لا يعني لا يحتمل اي هزار مع المكنه. تعالى معايا، تمام. الخطوه دي ممكن تطلب من حد يساعدك فيها، انا هعملها في المرايه علشان مش عارف اطلب من حد دلوقتي يعني، الناس مشغوله. هعملها انا في المرايه وانت ركز معايا في ازاي هعمل، تمام. انت هنا شايف حلو قوي المنطقه دي، انا هشتغل على الحته اللي فوق دي. بص الحته دي هي اللي هترسم لي شكل التحديده بتاعتي. خلينا نمسك كأن ماسكين مشط او حاجه. شايف الحته دي كده؟ لو حطيت عليها المشط كده، تمام، رسم لي شكل الخط هيبقى مكمل ازاي. بالتالي اي حاجه بره الخط ده في المنطقه دي هشيلها، تمام. انا عارف شكلها عشان انا عاملها لنفسي على طول، فهنكون شكلها كده، تمام. زي ما انت شايف شكلها كده بقى مستقيم، خط مستقيم هنا اهو، تمام. نفس الكلام في الناحيه الثانيه. طيب بعد ما انا عملت الخطين اللي هو هنا واللي هنا خليتهم مستقيمين موازيين لبعض، بيكون عندنا المنطقه اللي تحت دي. بس المنطقه اللي تحت دي عشان تعملها انت بتخليها تقريبا خط العرض تقريبا. كده حاسس ان هي تمام يعني، مفيش اي مشاكل كبيره في الموضوع. بالنسبه لداني فانا بحب اعملها بمشط 1 مللي كلها. تمام، ده بالظبط مكان صابعي وبس. اي حاجه هنا كده بقى بشيلها، واي حاجه هنا كده بشيلها من تحت من هنا، تمام كده. ولو عندك شيفر او مكنه تنعيم او كده ممكن تحلق المنطقه اللي تحت دي بيها وتحلق بيها الخد من هنا كده. بس يا سيدي فدي تقريبا الحلقه خلصت، بس فاضل انزل اخد دش على السريع كده و هاجي اوريك شكلها في الاخر. فبس يا سيدي فهي دي النتيجه النهائيه اللي انا وصلت لها زي ما انت شايف. اظن انت لو ماشي وشفت حد ماشي حلقه حلقه زي اللي أنا حلقه دي، مش عارف انت، ما اظنش يعني انت هتشاور عليه وتقول له الراجل ده حالق في البيت او كده. ممكن عشان دلوقتي انت عارف ان انا حالق فموريك الصور اللي انت شايفها دي، ممكن تبدا تشوف حاجات معينه مش احسن حاجه. تاني حاجه هو ان انا مش عاوز احلق زي ما الحلاق حالق. زي ما قلت لك الموضوع ده يعني صعب جدا مش مستحيل. تعالى كده اوريك الموضوع اب كلوز كده من النور، ايه رايك؟ يعني عارف ان هو ما تبقاش، ممكن الحلقه ما تبقاش يعني 10/10، لكن
يعني انا وفرت على نفسي وقت مثلا دلوقتي ان انا اروح احلق بره. وفرت على نفسي مثلا بتاع ساعه او حاجه. حلقات في البيت، حلقات حلقه يمكن يمكن هي مش 10 من 10 زي ما كانت قبل كده، ولكن زي ما قلت لك لو انا مش بدور على ان الحلقه تبقى 10 من 10، انا بدور على انها تبقى شيء اكسبتبل اعرف اخرج بيه. ووفرت على نفسي بس وقت شويه، ووفرت على نفسي مجهود ان انا اروح الحلاق وبس. وزي ما انت شايف كده، يعني انت لو بتتكلم معايا وانت ما تعرفش ان انا حالق في البيت، هتقول الشخص ده حالق في البيت او كده؟ لا ما اعتقدش يعني، مش فارقه. بس سلام.